knows the secret. والرفيق أمين السر فرع ميسان العسكري للحزب وهيئة ركن الفيلق وعدد من قادة الفرق والآمرين. واطلع على الاستعدادات القتالية الرائعة للدفاع عن سيادة العراق العظيم وكرامة الأمة العربية. وشاهد الرفيق القائد المؤسس أثناء تجواله التحصينات الرصينة التي يتحصن فيها جند الحق أبطال الفيلق الرابع، ووقف على نتائج ملحمة قص القصب والبردي التي قام بها أبناء العراق الغيارة لإعداد ساحة عمليات الفيلقين الرابع والسادس. ودعا الرفيق الأمين العام أثناء لقائه بعدد من القادة الميدانيين والآمرين إلى إحياء ذلك الشعار الذي ضعف إلى حد الغياب، شعار وحدة النضال العربي. وقال: يجب أن تفتح على الساحة العربية جبهة توعية واستنهاض للهمم وتبيان للمخاطر وبما يبيت للأمة العربية وطرح المستوى الجديد في النضال القومي. وأشار الرفيق القائد المؤسس إلى المفارقات التي نراها اليوم والتي كان يصعب تصديقها لو ذكرت لنا قبل 10 سنوات أو 20 سنة، من وقوف أنظمة عربية بهذا الشكل مع الأجنبي ضد قطر عربي، أو من سكوت عن هذه الخيانة السافرة أو مجاملة لهذه الأنظمة الخائنة. وقال: لا شك أن الجماهير العربية في حالة تحترق معها قلوبها وأعصابها من هذه المشاهد التي لم تعد سرا، فهي مكشوفة ومعروفة للعالم كله، ولكن العجز الذي نشاهده هو نتيجة للتفرقة العربية للتجزئة ونتيجة لتقاعس المناضلين العرب عن الاطلاع بمسؤولية الارتفاع إلى مستوى جديد من النضال يرجع الثقة بالنفس إلى الشعب العربي في كل مكان، عندما يعرف أنه لن يكون وحيدا إذا تصدى للخيانة والانحراف. فتجاوب بقية الأقطار والجماهير العربية في كل مكان يشجعه ويقوي من أزره ويمكنه من القضاء على الخيانة والانحراف. وخاطب الرفيق القائد المؤسس المقاتلين مهنئا إياهم بالانتصارات التي يحققونها، قائلا: إن النصر هو روح وهو أيضا علم وتنظيم وبناء مستمر وطويل ومعقد، وهذا ما جعل المعركة بهذه القوة والاستمرار، لأنها سبقت بإعداد علمي منظم بمستوى الروح الجديدة التي خلقت وانتشرت في العراق الجديد. وأضاف أن هذا ما ينقض نضال الجماهير العربية، أي الإعداد والصبر والنفس الطويل وإيجاد المخارج ضمن الظروف التي توجد فيها مهما كانت صعبة ومعقدة. ودعا الرفيق الأمين العام للمناضلين العرب إلى التعاون فيما بينهم وتوثيق علاقاتهم والاستفادة من كل التجارب السابقة، وكذلك من النجاحات التي يحققها المناضلون في العراق. ودعا الرفاق البعثيين من غير العراقيين إلى شرح النموذج العراقي وتوضيحه إلى أبعد مدى في الأقطار العربية الأخرى، معتبرا ذلك واجبهم الأول، لأن الرفاق العراقيين يقومون بدور خالد وواجب عظيم يستلزم من الرفاق الآخرين أن يكملوا الجبهة العراقية بالجبهة العربية، وأن يفجروا الكنوز المدفونة في الجماهير والتي يمكن أن تتفجر طاقات مبدعة التي هي القوة الحقيقية للأمة. وقال الرفيق الأمين العام للحزب: إنها فرصة ثمينة أن نلتقي فيها بالأبطال من جنود العراق ونستمد منهم الروح والأمل، وبخاصة في هذه الظروف الجديدة التي تضاعف ثقتنا وتضاعف آملنا بمستقبل العراق وبمستقبل الأمة العربية. وأكد أنه ما دام العراق بخير يستحيل أن تبقى الأمة العربية في حالة ضعف، لأن هذه الروح الموجودة في العراق لن تقف أمامها الحواجز القطرية ولا أجهزة السلطات، لأنها من صميم الشعب ومن تراث هذه الأمة، ولأن فيها سر بقاء أمتنا في الوجود واستئنافها لدورها في الحياة. وقال: إن أملنا في نصر العراق كبير، وثقتنا في النصر لا تتزعزع، ولسوف نرى معجزة تفاجئ العالم إن شاء الله بفضل هذه الروح الأصيلة وهؤلاء الأبطال الأفذاذ وهذا القائد الأصيل الملهم الرفيق صدام حسين.
وعاهد لواء الركن قائد الفيلق الرفيق الأمين العام والرفيق القائد الفذ صدام حسين وجماهير الأمة العربية على أن يظل كل المقاتلين مشاريع استشهاد دائمة لتحمي الوطن، مؤكدا أنه لولا هذه الروح التي أطلقها الحزب ولولا القيادة التاريخية للقائد صدام حسين لما كانت هذه الانتصارات. هذا وصحب الرفيق القائد المؤسس في زيارته الرفيق الدكتور عبد المجيد الرافعي عضو القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي، والرفيق مدير مكتب الأمانة العامة في القيادة القومية.